قيل عنها أرض الجن والشياطين، فما هي بئر برهوت؟ وأين تقع؟ وكم يبلغ عمقها؟ وما هي القصص التي ارتبطت ببئر برهوت؟ وهل وردت حقا في السنة النبوية الشريفة؟ ذكر بئر برهوت في بعض الأحاديث النبوية الشريفة، حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها شر ماء على وجه الأرض، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت، كرجل الجراد من الهوام، تصبح تتدفق وتمسي لا بلال لها. بئر برهوت بئر تاريخية قديمة تقع في محافظة حضرموت في اليمن، وتحديدا في الوادي الذي حمل اسم البئر وهو وادي برهوت. هي بئر غامضة لم يستطع أحد الوصول إلى قعرها حتى يومنا هذا نظرا لعمقها الشديد. لا تعرف السلطات اليمنية ماذا يوجد في قعر البئر، إذ يقول مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أن الهيئة لم تستطع الوصول إلى العمق بسبب قلة الأكسجين. يبلغ عمق بئر برهوت 112 مترا، ويبلغ عرض فتحة البئر 30 مترا تقريبا، بينما يبلغ عرض قاعه ما يقارب 115 مترا. حدثت هذه القصة في زماننا الحالي في محاولة من ضمن محاولات استكشاف البئر العجيب. كانت محاولة فردية من أحد موظفي شركة خط الصحراء، كان قد تشجع وأعلن رغبته في النزول للبئر لاستكشافه، وبالفعل تم ربطه بواسطة زملائه بالشركة بحبل من معدن، زود أيضا بكاميرا تصوير لتوثيق لحظات نزوله لقاع البئر. تم إنزاله شيئا فشيئا حتى وصل لعمق 100 متر من البئر. هنا صدم العمال بصراخاته المتتالية وطلبه لسحبه للأعلى وإخراجه من البئر على الفور، وفي الحال قاموا برفعه. وبعدما خرجوا هدأ من روعه سألوه عن السبب، فأجابهم بأنه رأى أن حلقة البئر كادت تغلق عليه. أرادوا معرفة ما حدث عن طريق ما تم تصويره بالكاميرا، والشيء الذي جعلهم يصدمون أكثر أنهم وجدوا أن الكاميرا لم تصور إلا ظلاما حالكا، على الرغم من وضوح الرؤية والتصوير بذلك الوقت بالبئر. ومن أشهر الحكايات التي جاءت عن بئر برهوت أنه بأوقات محددة بكل سنة تخرج من داخل البئر أصوات أنين، وقال رجل من حضرموت بأنهم يجدون روائح كريهة نتنة قادمة إليهم من اتجاه بئر برهوت. يقال أن بئر برهوت تم حفرها بأيدي الجن، وكان السبب منها أن تكون سجنا لكل جني يخالف الأوامر والتعليمات. ويقال أيضا أنه تم حفرها بأمر من أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة، والذي أعطى أوامره لاتباعه من الجن والشياطين بحفر بئر ليضع به ثروته وأملاكه.